في عالم معروف باسم قارة جايا نشأت ظاهرة غريبة استمرت لعدة سنين، ومن ساعتها والوحوش بدأت تختفي من القارة بشكل غامض. في البداية اعتقد الناس انهم بينقرضوا، لكن بعد شوية تحقيقات اكتشفوا ان مش ده اللي حصل. كل الوحوش اللي اختفت ظهرت في نفس الوقت لكن في بعد تاني. السفر عبر الأبعاد كان الحلم اللي بيسعى ليه كل السحرة بما فيهم الشخص اللي قدامنا. بالرغم انه ما كانش عارف سبب الظاهرة الغريبة اللي حصلت للوحوش، إلا انها بالتأكيد ممكن توصله لحلمه عن طريق دراستها. كل التنسيقات كانت جاهزة، والاتصال بالمانا كان مثالي. بيفعل الساحر الدايرة السحرية اللي كان شغال عليها بقاله سنين، وبيرفع ايده ناحية السقف اللي بيبدأ يتحول لبوابة. الساحر بيكون ممتن لقدرته على استخدام المكان اللي هو فيه، واللي بيكون عبارة عن زنزانة اسمها المتاهة العظيمة، وده لأن باستخدام المانا الموجودة فيها فالانتقال عبر الأبعاد مش هيكون مشكلة. الطاقة اللي بتنبعث من الدايرة السحرية بتزيد، وبيتسع حجم البوابة اللي بتتفتح أكتر وأكتر لحد ما بيحصل انفجار من الطاقة بينتشر صدى في كل أرجاء المكان. الساحر بيكون مغمض عينه وبيحس بتغير في تدفق الهواء ودرجة حرارة المكان حواليه. بيفتح عينه وبيتساءل إذا كان الانتقال نجح، لكنه بيلاقي نفسه في منتصف مكان فارغ تماما. بيبص حواليه يمين وشمال وبيصرخ بأعلى صوته من الصدمة بعد ما بيدرك إن الزنزانة انتقلت وهو فضل في مكانه. في نفس الوقت ده بيكون بطل قصتنا واقف متفاجئ قدام الشيء الغريب اللي بدأ في الظهور داخل شقته. بيبص على البوابة اللي بتكون قدامه وبيتساءل عن ماهية الشيء ده بالظبط. وعشان نعرف معلومات أكتر عن بطلنا والعالم اللي بيعيش فيه، بنرجع بالزمن كام يوم قبل بداية الأحداث دي كلها، داخل أحد المولات التجارية واللي فيها بطلنا كانج الصياد من الرتبة دي بيأدي وظيفته. بنلاقيه بيبص على مجموعة من البنات وبيفكر في إن امتلاك الشخص للشغف تجاه شيء معين وقدرته على التركيز عليه حاجة حلوة جدا، لكن للأسف فالموضوع ده أصبح رفاهية غير ممكنة بالنسبة له. بيقطع أفكاره صديقه اللي بيجي وبيسأله عن اللي واقف بيعمله في مكانه، وبيطلب منه ينجز عشان لسه وراهم شغل كتير، فبيقول له كانج تمام. بيركبوا الشاحنة الخاصة بالشركة اللي بيشتغلوا فيها. بيحيي الشاب كانج على المجهود اللي بيعمله في الشغل وبيعرض عليه يرتاح شوية، وبيكون مستغرب من عدم إحساسه بالبرد رغم هدومه الخفيفة. بيرد عليه كانج وبيقول له إنه صياد، وبيسأله إذا كان ناسي إن الصيادين بيكون عندهم القدرة على تحمل البرد والحرارة. بيتفاجئ الشاب وبيسأله إذا كان الموضوع ده بينطبق على صيادين الرتبة دي برضه، فبيقول له كانج إن لحسن الحظ فهو عنده الميزة دي، وده خلاه يوفر فلوس كتير كان هيصرفها على التدفئة. بيحسد الشاب كانج على امتلاكه الميزة زي دي، لكنه بيكون مستغرب من السبب اللي مخلي صياد بيشتغل في وظيفة بدوام جزئي في مكان زي ده، فبيقول له كانج انه اكيد بيعمل كده عشان الفلوس. الشاب بيدرك ان سبب معاناة كانج والصيادين اللي زيه هو النقابات القوية اللي محتكرة كل حاجة لنفسها، فبيقول له كانج انهم مؤخرا بدأوا يزدادوا سوء اكتر وما عادش قادر يتحمل افعالهم. بيستغرب صديقه وبيسأله اذا كان في حاجة حصلت بين النقابات مؤخرا، فبيقول له كانج ان في الشهر اللي فات انتشرت اخبار عن قاتل متسلسل مجنون بيستهدف الصيادين من النقابات الكبيرة، وبسبب عجز النقابات عن الامساك بالقاتل ده بدأوا يفشوا غلهم بطرق تانية وده خلى الوضع اسوأ. بيرد صديقه وبيقول له انه معاه حق فعلا، ومؤخرا كل الاخبار اللي سمعها عن افعال النقابات الكبيرة كانت جنونية. في اللحظة دي بيتفاجئ كانج وصديقه لما بيسمعوا صوت صراخ فجأة، وبيستغرب الشاب لما بيلاقي كانج نزل من الشاحنة بسرعة. كانج بيكون واثق ان ده صراخ حد بيطلب المساعدة، وبيخمن ان يا اما فيه هجوم ارهابي او فيه وحوش ظهرت في المكان. بيلاقي الناس بيهربوا من المكان بسرعة وعمالين يصرخوا، ووراهم بيكون في عدد كبير من الوحوش اللي ظهرت فجأة. كانج بيبتسم وبيقول ان هي دي فرصته اللي كان مستنيها من زمان. بيفتح المخزن الخاص بيه وبيضغط على احد العناصر الموجودة. ايده بتبدأ تشع بهالة ذهبية بتتشكل على هيئة مضرب بيسبول بيمسكه بقوة. بيعرض صديق كانج عليه انه يساعده، وبيقول له انه كان بيتمرن مؤخرا وبالتأكيد قوته هتكون كفاية، لكن كانج بيقول له ان في نوع خاص من الموجات بيحوط الوحوش، وده بيخلي الهجمات والاسلحة العادية غير فعالة تماما عليهم، وفقط الصيادين اللي زيه واللي بيمتلكوا احصائيات هم اللي يقدروا يخترقوا الموجات دي ويهزموا الوحوش. بيطلب كانج من صديقه يفضل بعيد وما يعملش حاجة، فبيتوتر صديقه وبيطلب منه ياخد باله من نفسه كويس. كانج بيقرر انه يبدأ يصطاد في الوحوش بسرعة قبل ما الاوغاد من النقابات يوصلوا للمكان. بيندفع بسرعة وبيفكر في انه لو قدر بس يقضي على كام وحش صغير فمش هيحتاج يقلق على نفقات سنة كاملة، لكنه في اللحظة دي بيتفاجئ لما بيلاقي شخص ظهر جنبه فجأة وبيقول له انت رايح فين يا مبتدئ يا حقير انت. بيتوقف الشخص ده قدام كانج وبيمسكه من التيشيرت بتاعه وبيرميه لمسافة بعيدة اثناء ما بيكون في عدد كبير من الرجال بيتقدموا لقتال الوحوش. كانج بيسقط على الارض بقوة وبيتضايق لما بيلاقي ان اوغاد النقابات وصلوا بالفعل. بنعرف ان اسم النقابة اللي محتكرة المنطقة دي هو نقابة تايتن، والشخص اللي رمى كانج ده يبقى ديون نائب رئيس النقابة. ديون بيقول لكانج ما يفكرش حتى في التدخل ويغور من المكان فورا.
كانج بيتضايق وبيقول له ان هو اللي بيتدخل في شؤونه لانه وصل هنا قبلهم. بيضحك ديون وبيقول له ان الوصول اولا ملوش اي معنى بما انه ما يقدرش يثبت حاجه زي كده. بيتضايق كانج اكتر من الكلام ده وبيندفع بسرعه على ديون وبيهجم عليه، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقيه تفادى ضربته بكل سهوله وبيديله بالقلم على وشه بكل قوته لدرجه ان كانج بيسقط على الارض مره تانيه. ديون بيظهر عليه الغضب وبيقول لكانج انه مجرد حسالة ولازم ما ينساش نفسه، بيحذره انه لو اتدخل في شؤونهم مرة تانية فساعتها هيقتله. رغم ان كانج بيكون غضبان جدا الا انه بيكون مدرك ان ديون بيتفوق عليه في القوة والسرعة وبالتالي مش هيكون عنده اي فرصة قدامه. بيحس بالاحباط لما بيدرك الفرق الحقيقي في القوة بين صياد من الرتبة دي وصياد من نقابة كبيرة، وبيتمنى لو كان اقوى من كده. بالرغم من ان كانج كان مستاء وعانى كتير من طغيان النقابات الكبيرة، الا ان كل اللي كان يقدر يعمله هو الانتقال من وظيفة للتانية عشان يقدر يكسب فلوس، وكل ده بسبب انه مجرد صياد ضعيف من الرتبة دي. في اليوم ده وبعد ما انتهى من عمله رجع كانج لمنزله وهو في باله افكار كتير، لدرجة انه حتى تمنى ان القاتل المتسلسل اللي ظهر ده ينجح في التخلص من بعض اعضاء نقابة تايتن. لكن اكتر فكرة كانت مسيطرة عليه هي ضعفه واحساسه العميق بالهزيمة. كانج كان متضايق جدا من اللي حصل ومكان ضربة ديون مازال لسه بيوجعه، لكنه في اللحظة دي بيستغرب لما بيسمع صوت غريب جاي من وراه، وبيتصدم لما بيلاقي بوابة غريبة بدأت تفتح داخل شقته. كانج بيتخض وبيتساءل عن ماهية الشيء ده، بيلاحظ وجود حاجة معينة بالداخل فبيقرب أكتر عشان يشوفها، وبيتصدم لما بيلاقي جوبلين ظهر داخل البوابة. بيتراجع بسرعة وبيسقط على الأرض، وبيكون في عدد من الجوبلين على الجانب الآخر من البوابة قدامه. بيقرر كانج يروح يجيب سلاحه بسرعة، لكنه بياخد باله برضه إن الجوبلين مش بيظهروا أي رد فعل تجاهه. بيستغرب وبيتساءل إذا ما كانوش شايفينه، فبيقرب من البوابة وبيمد إيده جواها عشان يفحصها. بيلاقي ان مفيش اي مقاومة ولا تفاعل غريب حصل، فبيبتسم وبيستنتج ان في زنزانة ظهرت داخل شقته. بعد شوية بيكون كانج قاعد بيفكر في الموضوع وبيقول انه لو ما كانش غلطان فبالتأكيد البوابة دي تبقى زنزانة، واللي لحد اللحظة دي وجودها كان مجرد فكرة، لكن الغريب في الموضوع انها ظهرت داخل شقته. بيتساءل اذا كان المفروض يبلغ المؤسسة ولا يسيب الوضع كما هو عليه. ناس كتير كانت بتتكلم عن احتمالية وجود الزنازن، لكن ما تمش اكتشاف اي زنزانة لحد دلوقتي. بيفكر كانج في انه لو بلغ المؤسسة فبالتأكيد هيتم طرده من منزله بحجة انه اصبح موقع تحقيق. بعد شوية تفكير اخيرا بيقرر كانج انه يحتفظ بالكنز اللي ظهر له ده لنفسه وما يبلغش المؤسسة، لكنه برضه بيكون عنده تخوف من قدرة الوحوش اللي بتدخل على الخروج، وعشان كده بيقرر انه يختبر الموضوع ده الاول. بيقف قدام البوابة وهو ماسك المضرب بتاعه وبيقول انه بقدراته الحالية فاقصى عدد من الجوبلين يقدر يتعامل معاهم هو 3، وبالتالي لو خرج عدد اكبر من 3 فممكن يخسر حياته، لكنه مع ذلك بيقرر يخاطر وبيتمنى ان ده ما يحصلش. بيعدي للجانب الاخر من البوابة، واول ما بيدخل بتظهر له نافذة بترحب بيه في الزنزانة، وبتعرفه انه حاليا في الطابق الاول في منطقة متاهة الجوبلين. بيسمع كانج صوت جاي من وراه، ولما بيلتفت بيلاقي جوبلين بيهجم عليه. بيندفع كانج لورا بسرعة عشان يتفادى الهجوم، وبيعدي مرة تانية من البوابة. بيراقب الجوبلين من الجانب الاخر واللي بيكون باين عليه الدهشة من اختفاء كانج المفاجئ من قدامه. الجوبلين بيبدأ يضرب بشكل عشوائي اثناء ما كانج بيتمنى انه ما يكونش قادر يشوفه. بالفعل ده اللي بيحصل، وبيفرح كانج جدا لما بيتأكد من حقيقة ان الوحوش ما يقدروش يشوفوه ولا يعدوا من البوابة. بيطمن لما بيدرك ان ده هو الوضع، وبيندفع بسرعة ناحية البوابة مرة تانية. بيوجه ضربة قوية للجوبلين اللي جوه بيطرحه بيها على الارض. بينقض عليه مرة تانية وبيخترق صدره بالمضرب، واخيرا بينزل عليه بالمضرب على راسه بكل قوته عشان يقضي عليه تماما. من ساعة ما أصبح صياد دي كانت المرة الأولى لكانج اللي يصطاد فيها الوحوش لوحده بدون ما يضطر يشارك نقاط الخبرة مع الآخرين، وعشان كده مستواه اللي فضل ثابت لمدة 3 سنين ارتفع أخيرا، رغم إن كل اللي عمله هو إنه قتل جوبلين واحد فقط، وده اللي خلاه يدرك مدى حقارة النقابات الكبيرة اللي بتحتكر مناطق الصيد لنفسها. بيبص كانج على جثة الجوبلين اللي قتله وبيفتكر إن تمنها بيكون مرتفع جدا، وممكن يوصل تمن الجثة الواحدة ل3 مليون وون. بيبتسم وبيتساءل عن كم الفلوس اللي هيكتسبها من بيع الجوبلين ده. بعد شوية وقت بيكون كانج في السوق الخاص بالصيادين، بيرحب به الموظف وبيسأله عن اللي عايز يبيعه. بيقول له كانج انه معاه جوبلين وبيطلعه من المخزن. بتظهر جثة الجوبلين قدام الموظف اللي بيبدأ بفحصه عشان يحدد ثمنه. بيلاحظ ان راسه محطمة تماما، فبيقول لكانج انه باين عليه ما عندوش خبرة في صيد الوحوش. بيستغرب كانج وبيسأله ازاي عرف، فبيقول له الموظف وهو ماسك جثة الجوبلين المتدمرة ان قتل الوحوش بالطريقة دي بيقلل من ثمنها بشكل كبير. بيطلب منه انه يستهدف النقاط الحيوية بعد كده، وبيعرفه ان الجثة دي على وضعها ده هيكون ثمنها 3 مليون و200 ألف وون. كانج بيقبل السعر، فبيطلب منه الموظف يعرفه المكان اللي اصطاد منه الوحش ده عشان يتم الصفقة ويحول له المبلغ. بيتوتر كانج لما بيسأله الموظف عن مكان الصيد وبيسأله اذا كان ده شيء ضروري،
فبيقول له الموظف ان ده القانون ومفيش اي استثناءات فيه حتى لو كان مجرد وحش واحد. بيتساءل كانج عن اللي المفروض يعمله، وبيفكر يقول له ان الجوبلين ده كان هربان من منطقة صيد نقابة تايتن. الموظف بيكون مستغرب من تردد كانج، وبيقول له ان اختلاف المكان ما بيفرقش في تحديد السعر، فمفيش داعي للتفكير الكتير. في اللحظة دي بيسمع كانج صوت حد بيصرخ في المكان وبيدور على شخص معين. بيكون في 3 اشخاص باين عليهم الغضب، وبيبدأ الجميع يتهامسوا عن كونهم من نقابة التنين الاسود وبيتساءلوا عن سبب تواجدهم. الموظف بيكون واضح عليه انه كان متوقع مجيئهم، اما كانج فبيكون مستغرب وما عندوش اي فكرة عن اللي بيحصل. بيروح الزعيم بتاعهم على كانج وبيسأله اذا كان هو الشخص اللي بيدوروا عليه، لكنه ما بيكونش فاهم حاجة. بيمسكوا الزعيم بقوة من هدومه وبيسأله اذا كان هو الشخص اللي تسلل لمنطقة الصيد بتاعتهم. بيتدخل الموظف وبيقول للزعيم ان كانج مش هو اللي عمل كده، وبيشاور له على شاب اشقر قاعد في المكان بيتكلم مع زميله. الزعيم بيروح على الشاب ده واللي بيستغرب هو وصاحبه لما بيشوفوه، وبدون اي مقدمات بيوجه له الزعيم ضربة قوية في وشه. الكل بيتفاجئ من اللي حصل وبيبعدوا عنهم بسرعة. صاحب الشاب الاشقر بيغضب وبيصرخ في الزعيم وهو بيسأله عن اللي بيعمله. بيرد عليه واحد من نقابة التنين الاسود وبيقول له انه صاحبه اصطاد في المنطقة بتاعتهم بشكل غير قانوني، وطالما مش ناوي يعوضهم فاحسن له ما يتدخلش. في نفس الوقت بيكون واحد من النقابة عمال يضرب في الشاب الاشقر لحد ما بيطلب منه الزعيم يتوقف اخيرا. بيقرب بعدها من الشاب وبيسأله عن سبب تسلله لمنطقتهم واذا كان بيحاول يقتلهم. الشاب بيحاول يدافع عن نفسه وبيقول للزعيم ان ده هراء، لكن الزعيم ما بيسمحلوش يكمل، وبيقول له ان في احتمال انه يكون هو القاتل المجنون اللي ظهر مؤخرا، وعشان كده هم هياخدوه معاهم عشان يحققوا معاه اكتر في الموضوع. الشاب بيقول له ان ده جنون، لكن الزعيم ما بيسمحلوش وبيديله ضربه بيفقدوا بيها وعيه، وبيطلب من اللي معاه يسحبوه وبياخدوه وبيغادروا. الموظف بيسخر من اللي حصل وبيقول انهم المفروض كانوا خدوا فلوسهم منه وغادروا بهدوء بدل ما كانوا يعملوا كل الحوارات اللي ملهاش لازمه دي. الموظف بينصح كانج انه لو مش عايز يحصل فيه زي ما حصل للشاب ده فلازم يفضل بعيد عن المناطق اللي النقابات مسيطره عليها. كانج بيسأله عن الطريقة اللي قدرت النقابة تكتشف بيها اللي الشاب ده عمله وازاي وصلوا لمكانه، فبيقول له الموظف ان كل النقابات الكبيرة عندهم اتصال مباشر بسيرفر البيانات الخاص بالمكان. بيستغرب كانج وبيسأله اذا كان في سبب معين منع الشاب الاشقر من انه يكذب بشأن مكان اصطياد الوحش عشان يتفادى كل ده، فبيقول له الموظف ان لو اي صياد كذب وتم اكتشافه فساعتها هيفقد رخصته كصياد وهيتسجن كمان، وبالتالي الشاب ما كانش عنده اي خيار. لما بيسمع الكلام ده كانج بيحمد ربنا انه ما تسرعش وكذب على الموظف والا كان هيروح في داهيه. بيرجع جثة الجوبلين للمخزن مرة تانية وبيعتذر للموظف انه هيغادر دلوقتي ومش هيكمل الصفقة. بيسأله الموظف عن السبب فبيقول له كانج انه ببساطة غير رأيه. كانج بيفكر في انه كان من الممكن انه يكون مكان الشخص اللي اتسحل قدامه، وبيدرك انه لازم يزود قوته عشان يتجنب انه يتعمل فيه كده، وبيتوعد لأوغاد النقابات بالانتظار بعد ما يزود قوته عن طريق الزنزانة. وبالفعل اول ما بيرجع بيقرر انه يدخل للزنزانة مباشرة، وبيكون عامل حسابه في بعض التحضيرات واللي منها حجر العودة اللي بيكون طاير قدامه في الهواء. بنعرف ان سعر الحجر ده هو 1,000,000 وون، وبيتكون من حجر صغير وحجر كبير، وفايدته هو ان الحجر الكبير بيتم وضعه في مكان معين، اما الحجر الصغير بيتم حمله ويمكن استخدامه في الانتقال الفوري لمكان الحجر الكبير. رغم ان كانج بيكون شايف ان سعر الحجر غالي الا انه ما يقدرش يستغنى عنه عشان يكون مطمن، لكنه مع ذلك بيكون متضايق من انه صرف 400,000 ون على رادار عرف من الاعلانات عنه انه بيقدر يتعقب مواقع الوحوش في اي وقت واي مكان، لكن اتضح انه اخره يكشف الوحوش الموجودة في دايرة نص قطرها 50 متر فقط. ومع ذلك ولانه هيكون لوحده داخل الزنزانة فالرادار ده برضه ممكن يكون سبب في انقاذ حياته. بيلاحظ كانج انه شغال كويس لما بيلاقي انه اكتشف احد وحوش الجوبلين القريبة، فما بيضيعش وقت اكتر من كده وبيدخل للزنزانة مباشرة. بيبدأ في قتل الجوبلين، وبعد القضاء على اول واحد بيرتفع مستواه من الرابع للخامس. بيستمر في الموضوع ده وبيرفع من مستواه اكتر واكتر، وبيدرك كانج ان تسمية المكان ده بمتاهة الجوبلين مجاش من فراغ. بالرغم من ان قتل الجوبلين بيكون متكرر وممل الا ان بالنسبة لواحد مستواه ضعيف زي كانج فالمكان يعتبر ارض صيد مثالية. بعد شوية وقت بيقعد يرتاح بعد ما قضى على عدد كبير من الجوبلين. بيتساءل عن المستوى اللي وصل ليه حاليا، فبيفتح نافذة الحالة عشان يشوف. بيلاقي انه زاد شوية مستويات حلوين، لكن مع ذلك فاحصائياته لسه مش احسن حاجة، لكن ده ما بيحبطوش برضه، وبيكون واثق ان طول ما الزنزانة دي موجودة فهيكون قادر على زيادة قوته. بيبدأ بجمع جثث الجوبلين اللي قتلهم عشان يرجع للصيد مرة تانية. بيفتح المخزن وبيلاقي انه حصل على 19 جثة جوبلين، وبيظهر له تحذير بان فاضل مكان واحد فقط وبعدها هيوصل الحد الاقصى لسعة المخزن. لما بيشوف كانج الكلام ده بيقول انه لازم يصطاد جوبلين كبير بما انه الاخير عشان يقدر يبيعه بسعر حلو. بيبص على الرادار وبيلاقي ان في واحد بيقرب منه بالفعل،
فبيقرر انه يستناه ويعمل له كمين عشان يصطاده بسهولة. بيقف في مكان مناسب في انتظار الجوبلين اللي بيكون على بعد 5 امتار، وبيستنى كانج لحد اللحظة المناسبة، واول ما بيظهر الجوبلين راسه بيهجم عليه فورا، لكنه بيستغرب من صوت ضربته اللي بيكون كأنه اصطدم بمعدن، وبيلاقي قدامه خوذة بتطير في الهواء. كانج بيتفاجئ لما بيلاقي ان اللي ضربه ده مش جوبلين لكنه قزم عجوز. بيتوتر وبيسأله اذا كان بخير، فبيصرخ فيه القزم بلغة غريبة، وبيكون كانج فاكر انه اجنبي. بيستمر العجوز في الصراخ عليه اثناء ما بيتساءل كانج عن الدولة اللي الشخص ده منها، وبيدرك انه اكيد غضبان منه، فبينحني ليه وبيحاول يعتذر له. بيقول له انه ما كانش يتوقع ان في بشر في المكان، وبيبدأ العجوز يهدى. بيطلع حاجة من الحقيبة اللي معاه وبيرميها لكانج اللي بيمسكها، وبيستغرب لما بيلاقي انها قلادة. بيعتقد انه عايزه يلبسها فبيعمل كده، وساعتها بيتفاجئ لما بيلاقي انها بدأت تشع بضوء ساطع فجأة. بعد اللي حصل ده بيقدر كانج يفهم كلام العجوز، واللي بيكون غضبان جدا وعمال يشتمه، وبيسأله اذا بقى قادر على فهمه دلوقتي. كانج بيقوله انه متفاهم غضبه لكنه برضه مزودها شوية، فبيتضايق العجوز اكتر وبيشتمه تاني. بيقرر كانج اعتذاره، فبيبدأ العجوز يهدى شوية، وبيقوله انه طول ال 132 سنة اللي قضاهم كقزم عمره ما قابل حسالة زيه. بيتفاجئ كانج لما بياخد باله من تعريف العجوز بنفسه كقزم، واللي يبقوا جنس بارع جدا في الحدادة في العوالم الخيالية. رغم ان الموضوع صعب انه يتصدق، الا ان شكل العجوز ده بيكون مطابق لشكل الاقزام اللي تخيلهم كانج بالظبط. بيلم كانج الحاجات اللي وقعت من العجوز لما ضربه، وبياخد باله ان كلهم عبارة عن عناصر نادرة. العجوز بيتضايق لما بيلاقيه عمال يبص على الحاجات بتاعته، وبيقول له يديهم له فورا. بيحس كانج بالاحباط، وبيقول ان بغض النظر عن كون الراجل ده قزم، فامتلاكه المعدات زي دي دليل على ان مستواه عالي بالتأكيد، وعشان كده ما بيكونش عايز يعمل مشكلة معاه ويكمل طريقه في سلام. ده غير انه لو قدر يكسبه في صفه فممكن ده يعود عليه بفوائد كبيرة. بيطلب العجوز من كانج يحط الحاجات في الشنطة بتاعته ويربطها كويس. بينفذ كانج كلامه اثناء ما بيربط الحقيبة. بياخد العجوز باله من المضرب الخاص بكانج. بينتهي كانج من اللي بيعمله، وبيستغرب لما بيلاقي العجوز ماسك المضرب وبيبصله باهتمام. بيسأله العجوز عن المكان اللي حصل منه على المضرب ده، فبيستغرب كانج من اهتمامه وبيسأله عن السبب. بيقوله العجوز ان المضرب ده مصنوع من الاوريكالكوم، وبيطلب منه يرد على سؤاله مباشرة. المضرب الخاص بكانج بيكون مصنوع من الالومنيوم المتوفر في كل مكان على كوكب الارض، لكن لسبب ما فالعجوز كان بيتكلم عنه كأنه شيء لا يقدر بثمن، وكان بيشير ليه باسم معدن الاوريكالكوم الاسطوري. العجوز عرض على كانج انه يروح معاه لورشته عشان يضيف له بعض التحسينات على المضرب، ورغم ان كانج رفض في البداية، إلا إن العجوز عرض عليه مبادلته بعناصر نادرة، فعشان كده قرر يشوف الموضوع. داخل الورشة بيكون كانج عمال يتفرج على الأسلحة اللي في المكان، وبيكون مستغرب من معيشة القزم ده لوحده داخل الزنزانة. بيلاحظ كمان إنه بقاله فترة شغال في المضرب بتاعه، وما بيكونش عارف هو بيعمل فيه إيه. بيفكر كانج في إنه ممكن العجوز ده يكون بيخرف، وإن الألومنيوم مجرد معدن عادي، وبالتالي هيكون أفضل ليه لو بدله مقابل سلاح تاني. بعد شوية وقت بيخرج العجوز أخيرا بعد ما انتهى من اللي بيعمله. بيقف وهو ماسك المضرب اللي لونه بقى أحمر، وبيقول لكانج يسيبه من كل الأسلحة اللي في المكان، واللي مقارنة بسلاحه تعتبر مجرد خردة. بيلتقط كانج المضرب منه، وما بيكونش متأكد إذا كان هو نفسه السلاح بتاعه بسبب الضوء الأحمر اللي بيشع منه. بيقول له العجوز إن دي هي السمات الخاصة بالأوريكالكوم، واللي بيكون معدن طري وضعيف لو تم استخدامه بشكل عادي، لكن كل ما تم سحره أكتر كل ما ازداد حمرة وزادت قوته. بيتفاجئ كانج لما بيعرف إن سلاحه أصبح سلاح مسحور، وده لأن الأسلحة المسحورة نادرة جدا، وبتسقط فقط من الوحوش عالية المستوى من الدرجة A أو أعلى. بيبدأ بالتلويح بالمضرب عشان يجربه، وما بيكونش مصدق التغيير الكبير اللي حصل له، والأغرب كمان إن القزم ده هو اللي قدر يحول السلاح بنفسه. بيبتسم كانج لما بيلاقي إن الزنزانة طلعت مفيدة أكتر من ما كان يتخيل، وبيحس إن الحظ بدأ يبقى معاه أخيرا. بيفتح نافذة الحالة الخاصة بالمضرب، وبيلاقي إنه أصبح سلاح من الدرجة الأسطورية، وتمت إضافة تأثير السحب التلقائي عليه. بيفكر كانج في إنه لو باع السلاح ده فمش هيكون محتاج حاجة تانية من الدنيا، لكنه للأسف سلاح مقيد وبالتالي ما يقدرش يبيعه. بيسأل كانج العجوز عن الموضوع ده عشان يتأكد منه، فبيضحك العجوز وبيسأله إذا كان ممتن ليه لدرجة إنه عايز يديله السلاح. بيكمل وبيقوله ما يشيلش هم ويعتبره كمكافأة مقابل التجربة الرائعة اللي منحها ليه. كانج بيستسلم لفكرة إنه مش هيقدر يبيع السلاح خلاص، لكنه مع ذلك ما بيكونش زعلان لأن في طرق تانية لجني المال. بيفتح المخزن وبيقرر يبيع ال20 جثة جوبلين اللي معاه عشان يكسب منهم شوية فلوس مبدئيا. مع ذلك فما زالت في مشكلة، وهي إنه ما يقدرش يبيع للمؤسسة، لكنه في اللحظة دي بيفتكر السوق السوداء الخاصة بالصيادين، وهناك محدش هيسأله عن مصدر الجثث، وكمان الوصول ليهم مش صعب لأنهم دايما بيدوا الكروت الخاصة بيهم للصيادين منخفض الرتبة اللي زي كانج عشان يتعاملوا معاهم. بعد شوية وقت بيكون كانج في مكان المفترض يقابل فيه شخص اسمه تشو عشان يبيعوا له الجثث،
وبالفعل بيظهر تشو وبيطلب من كانج يروح وراه وبيقوله ان الرئيس بتاعه في انتظاره. بيقابل كانج الرئيس لي واللي يبقى واحد من كبار المقرضين المعروفين وفي نفس الوقت بيتاجر في جثث الوحوش في السوق السوداء. بيسأل لي كانج عن جثث الجوبلين، فبيفتح كانج المخزن وبيكون مستغرب انه دخل في الموضوع على طول من غير ما يسلموا على بعض حتى. بتظهر جثث الوحوش قدامهم فورا وبيتفاجئ تشو لما بيشوفهم. لي كمان بيكون مستغرب ان الموضوع طلع بجد بالرغم ان كانج وضع عليه انه مبتدئ. ده غير كمان ان جثث الوحوش بتكون في وضع افضل من ما كان يتوقع. بعد ما بيطمن على البضاعة بتاعته بيسأل كانج عن السعر اللي عايزه فيهم، فبيقول له انه هياخد 5 مليون ون مقابل كل جوبلين بما في ذلك الاحجار السحرية. بيرد ليه وبيقول له ان رؤوس الجوبلين تعرضت لاضرار كبيرة وبالتالي 3 مليون للواحد هيكون سعر كويس. بيتدخل تشو وبيقول لي ان حتى لو ادمغة الجوبلين متدمرة فدي مش مشكلة لانهم مش هيستخدموا للديكور مثلا. ليه بيتضايق لما بيلاقيه بيقول الكلام ده قدام كانج وبيندم انه جابه معاه. بيضطر يرفع السعر وبيسأل كانج عن رأيه في 3.5 مليون ون مقابل كل جوبلين، فبيرد كانج بجدية وبيقول له انه اخر سعر عنده هو 4.5 مليون ومش هيبيع بأقل من كده. بيحاول ليه انه يتفاوض معاه لكن كانج بيقول له انه لو مش هيشتري على السعر ده هيشوف حد غيره. في اللحظة دي بيجري واحد من موظفي ليه عليه بسرعة وبيقول له انه لازم يهرب من هنا بسرعة لان في وحوش في المكان. كانج وليه بيتفاجئوا لما بيسمعوا الكلام ده وبيفتكر كانج انه سمع قبل كده ان من النادر جدا ان جثث الوحوش ممكن تجذب وحوش تانية. بيسأل بعدها الموظف عن عدد الوحوش ونوعهم فبيقول له انهم 2 من الاورك. بيغضب كانج جدا لما بيعرف لان الاورك اقوى بكتير من انه يقدر يتعامل معاهم. بيرجع جثث الجوبلين للمخزن وبيقرر انه يهرب من المكان بسرعة لكنه بيكون اتأخر بالفعل وبيظهر وحش الاورك قدامه. ليه بيصرخ في كانج وبيقول له انه صياد ولازم يتصرف، وفي اللحظة دي بيندفع وحش الاورك عليهم وبيبدأ بالهجوم. كانج بيتفاجئ من سرعته وما بيكونش عارف يتصرف ازاي اثناء ما هجوم الوحش بيكون على وشك القضاء عليه. بيتساءل اذا كان هيموت بطريقة مثيرة للشفقة زي دي، لكن فجأة المخزن بيتفتح لوحده وبيخرج منه المضرب اللي بيتصدى لضربة الاورك وبيحمي كانج. ليه بيتصدم وبيسأل تشو اذا كان عنده فكرة عن اللي بيحصل، وحتى كانج ما بيكونش مصدق ان المضرب استدعى نفسه وصد الضرب عنه لوحده. بيدرك ان ده هو التأثير الخاص اللي اسمه السحب التلقائي وبيحس انه اصبح عنده فرصة لمواجهة الاورك. في اللحظة دي بيتحرك الاورك وبيقرر الهجوم مرة تانية وبيمسك كانج المضرب بقوة استعدادا للقتال. بيتفادى ضربة الاورك وبيوجه له ضربة قوية بالمضرب في رجله وبيتحمس اكتر لما بيلاقي ان ضربته تسببت في ضرر. بيوجه ضربة تانية للاورك في وشه وبيبدأ يثق في امكانية نجاحه اكتر، ولما بيسقط الاورك قدامه على الارض بيدرك ان السلاح ده طلع اقوى بكتير من ما كان يتخيل. بعد هزيمة الاورك الاول بيرتفع مستوى كانج من ال 24 لل 36 مرة واحدة، فبينبهر انه ارتفع بمقدار 12 مستوى مباشرة. لكن وفي اللحظة دي بيحذروا ليه من وحش الاورك التاني اللي بيهجم عليه من وراه. بيتفادى كانج الهجوم بسرعة وبيلف من ورا الوحش وبيوجه له ضربة قوية في ظهره عقابا ليه على تسلله بطريقة حقيرة كده. الوحش بينزل على ركبته من قوة الضربة، فبيستغل كانج الفرصة وبيوجه له ضربة بأقصى قوته على راسه عشان يخليه يحصل زميله اللي مات من شوية. الوحش بيفضل ثابت لثواني بعد تلقيه الضربة وبينهار بعدها على الأرض وبيتم القضاء عليه. بيرتفع مستوى كانج بمقدار 12 مستوى مرة تانية وما بيكونش مصدق انه قدر يقضي على 2 من الاورك لوحده. بيبص على المضرب وبيقول انه ما كانش يتوقع ان الاسلحة المسحورة مبالغ في قوتها للدرجة دي. في اللحظة دي بيسأل تشو ليه عن اللي هيعملوه، فبيقول له ليه يسكت خالص دلوقتي. بيلتفت كانج ليه وهو بيبتسم وبيقول له انهم هيبدأوا التفاوض من الاول بعد دخول 2 من الاورك في الصفقة. بعد مرور شوية وقت بيرجع كانج لمنزله مرة تانية وبيكون فرحان جدا لانه ما كانش يتوقع انه هيحصل على سعر افضل من سعر السوق العادي ب 15%. بيستلقى على السرير وهو مرتاح بعد ما اصبح غني وبيقول ان كده كل اللي فاضل هو التركيز على الصيد. بيفكر كانج في العرض اللي قدمه له ليه بشراء كل الجثث اللي هيجمعها بعد كده، وبيعتقد ان ليه حس انه مدين ليه بسبب انه انقذ حياته، خصوصا بعد ما شاف انه قادر يهزم 2 من الاورك وادرك بنفسه انه مش حرامي منخفض الرتبة بيبيع جثث مسروقة. لكن عشان كانج يقدر يصطاد وحوش من الدرجات المرتفعة فمعدته الحالية مش هتكون كفاية. بيتحمس فجأة لما بتجيله فكرة معينة وبيبتسم وبيقول انه لو قدر ينفذها فممكن يحصل على معدات مجانية. في اليوم اللي بعده بيكون كانج في الزنزانة معاه صندوق من المشروبات بيقدمه للعجوز اللي بيكون متفاجئ لما بيلاقي ان العبوة مصنوعة من الاوريكالكوم. بيقول له كانج ان في مشروب جواها كمان، فبيستغرب العجوز وبيقول ان بالتأكيد اللي جواها مياه مقدسة، لكن كانج بيقول له انها مجرد مشروبات عادية وبيطلب منه يجربها. بينفذ العجوز كلامه لكنه بيتفها مباشرة وبيقول ان طعمها سيء جدا زي ما تكون بول. بيعتقد كانج ان طعم المشروب ده مش مناسب لذوق العجوز، فبيديله زجاجة مشروب تاني وبيطلب منه يجربها. العجوز ما بيكونش واثق فيه، لكن كانج بيأكد له ان دي هتكون حاجة مختلفة. بيقرر العجوز يديله فرصة تانية وبيجربه، وعلى عكس اللي قبله بيعجبه جدا وبيكون فرحان بيه.
لكنه مع ذلك بيكون حاسس ان الطعم لسه ناقصه حاجة وممكن يبقى احلى من كده بكتير. بيستغرب كانج وبيسأله عن اللي يقصده، فبيقول له العجوز انه عايزه يروح ينقب له عن حاجة معينة. بيستغرب كانج اكتر وبيسأله عن الحاجة دي بالظبط، فبيقول له العجوز انه عايزه يجيب له شوية من الميثريل. بعد شوية وقت بيكون كانج في طريقه لمكان معين، وبيكون متضايق انه اتورط في الموضوع ده لانه كان عايز يحصل على بعض المعدات المجانية وخلاص. بيكون عارف ان الميثريل نوع من انواع المعادن، لكنه ما بيكونش عنده اي فكرة عن علاقته بالمشروبات. ما بيفكرش في الموضوع كتير وبيقرر انه يروح يدور عليه على اي حال. بعد شوية وقت بيوصل لمنطقة مليئة بالاشجار، وبينبهر من مدى واقعيتها رغم انه داخل الزنزانة. في اللحظة دي بتظهر له نافذة بتعرفه انه وصل للمستوى التاني من الزنزانة، واسم المنطقة اللي هو فيها حاليا هي متاهة الكلاب والهياكل العظمية. بتظهر له نافذة تانية بتسأله اذا كان حابب يسجل الموقع كنقطة تشوه، فبيستغرب وما بيكونش فاهم ايه المقصود بالظبط. بيجرب انه يضغط موافق، واول ما بيعمل كده بتظهر قدامه بوابة في المكان بيعرفه النظام انه يقدر ينتقل ما بين المستوى الاول والمستوى التاني من الزنزانة عن طريق البوابة دي. بيفرح كانج لما بيعرف الموضوع ده، وبيقرر انه يستخدمها في الرجوع بعد ما يخلص. بيكمل في طريقه، وبعد شوية بيتعرض للهجوم من احد وحوش الكابول، وبيكون مستغرب من سبب تسمية المكان بمتاهة الكلاب والهياكل العظمية رغم انه ما قابلش غير الكابول ده فقط لحد دلوقتي. بعد هزيمته للوحش بيرتفع مستواه من 48 ل 49. بيبتسم لما بيلاقي انهم اضعف من الاورك، وبيقول ان ده معناه انهم عبارة عن مجموعة من نقاط الخبرة المجانية. بيندفع عدد كبير من الوحوش للهجوم عليه، لكنه بيكون قوي جدا وبيقضي عليهم واحد ورا التاني بكل سهولة. بعد شوية وقت بيكون قضى على عدد كبير منهم بالفعل، وبيرتفع مستواه من 49 لل 74. بيفتح المخزن وبيلاقي انه حصل على 25 جثة وحش من وحوش الكابول. بيفرح جدا بالموضوع ده لان ثمنهم يعادل تقريبا 200 مليون وون. لكنه في اللحظة دي بيفتكر هدفه الرئيسي، وهو البحث عن الميثريل اللي العجوز طلبه منه، وعشان كده بيكمل طريقه عشان يخلص المهمة ويرجع بسرعة. بيستمر لحد ما بيتوقف لما بيلاقي نفسه في مكان شبه الضريح، وبيتفاجئ بعدد كبير من وحوش الهياكل العظمية رايحين عليه. وهنا بيحس ان اسم المكان اصبح منطقي فعلا. بتقرب الهياكل العظمية منه اكتر، وبيكون متضايق لان مفيش حد بيشتري جثثهم. بيتحرك بسرعة وبيبدأ بالهجوم، وبيدمر راس واحد من الهياكل بضربة واحدة من سلاحه. لكن مع ذلك الهيكل ده بيستمر في الهجوم برضه. وهنا بيفتكر كانج انه عشان يقضي على هيكل عظمي فلازم انه يدمر الجوهر بتاعه، وبالفعل بيوجه ضربته للجوهر اللي بيكون موجود على صدره وبيقضي عليه. بيستمر في قتال باقي الهياكل بنفس الطريقة، وبعد شوية بيكون مرهق جدا بعد ما قدر يتخلص منهم كلهم. بيكون متضايق وبيتساءل اذا كان العجوز ده خدعه وعمل موضوع الشراب ده خدعة عشان يخليه يجيب له الميثريل. في اللحظة دي وفجأة بتظهر نافذة لكانج بتعرفه بانه وصل للمستوى ال100 ويقدر ينضم الفئة. بتظهر نافذة تانية بتعرفه ان اختيار الفئة هيتم بشكل تلقائي بناء على افعاله الاخيرة. كانج بيفكر في الموضوع وبيعتقد ان الفئة اللي هيحصل عليها بالتأكيد هتكون فئة المحارب، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي النظام بيقول له انه بعد هزيمته لعدد كبير من اللاموتى تمت ترقيته لفئة الكاهن. بعد مرور شوية وقت بيرجع كانج للعجوز وهو معاه الميثريل اللي طلبه. العجوز بيكون متفاجئ انه رجع سليم من الرحلة دي. بيقول لكانج انه كان فاكر انه هيموت لكن يبدو انه رجع بخير. بيتضايق كانج وبيسأله اذا ما كانش شايف قد ايه الرحلة دي ارهقته، فبيضحك العجوز وبيقول له يبطل يشتكي، وبيسأله اذا كان ده هو كل الميثريل اللي جمعه. كانج بيقول له ايوه، لكنه بيكون خد شوية لنفسه في السر لان يبدو ان الميثريل ده معدن غالي. بيقول العجوز لكانج انه هيبدأ في العمل دلوقتي، وبيسأله عن المعدات اللي عايزها مقابل المعدن. بيفكر كانج وبيقول له انه بالفعل بيمتلك سلاح، وعشان كده فهو عايز درع المرة دي، ويفضل لو الدرع ده يكون غير ملحوظ اثناء ارتدائه. بيقول له العجوز ان فهم طلبه ومش محتاج يقول حاجة تانية. بعد مرور كام ساعة على الكلام ده بيكون كانج نايم في غرفته وبيصحى على صوت المنبه. بيحس انه استعاد نشاطه مرة تانية بعد ما نام لمدة 6 ساعات. بنعرف انه قرر ينام في شقته لما لقى الجو حر في الورشة ومعرفش ينام فيها. بيتساءل بعدها اذا كان العجوز انتهى من صنع الدرع وبيتجه للزنزانة. في نفس الوقت ده بيكون العجوز انتهى بالفعل، وبيكون حاسس بالرضا عن الدرع اللي عمله. في اللحظة دي بيدخل كانج عليه فبيسأله العجوز عن المكان اللي كان فيه، خصوصا ان مفيش اي حاجة حوالين المنطقة باستثناء الورشة. بيقول له كانج وهو متوتر انه راح تجول شوية حوالين المكان. بيلاحظ الدرع اللي عمله وبيسأله اذا كان هو ده الدرع الخاص بيه، فبيقول له العجوز انه صنعه بحيث يمكن اخفائه تحت الملابس وبيطلب منه يجربه. بيمسك كانج الدرع وما بيكونش حاسس من هيئته الخارجية انه مميز ولا حاجة، لكنه بيقرر يجربه الاول وبعدها يبقى يحكم عليه. واول ما بيلبسه بيتفاجئ بالعجوز بيوجه له ضربة قوية جدا بالمطرقة اللي معاه. بيتفعل التأثير الخاص بالدرع واللي بيقلل الضرر السحري والضرر الجسدي بنسبة 50%، وبيطير كانج المسافة بعيدة من قوة الضربة، اثناء ما العجوز بيقول ان الكلمات مش احسن طريقة للشرح. وبيسأل كانج عن رأيه في اداء الدرع بتاعه.
رغم ان كانج بيكون شايف ان اللي العجوز عمله مبالغ فيه، الا انه بينبهر من انه ما تعرضش لاي اذى، خصوصا ان هجوم زي ده كان بالتاكيد هيكسر ضلوعه لكنه بخير تماما. بيتحمس وبيقول ان بالدرع ده والمضرب قدراته القتاليه هتزيد اضعاف. بيحس انه محظوظ جدا انه التقى بالعجوز، وبيروح عليه بعدها وبينحني قدامه وهو بيشكره. فبيقول له العجوز ان مفيش داعي للشكر وبيروح يجيب حاجه معينه. بيمسك برميل وبيقول لكانج ان ده نصيبه، فبيستغرب كانج وبيساله عن اللي فيه، فبيبدا العجوز يشرح له. بعد شويه بيكون كانج قاعد في شقته بيستمتع بالمشروب اللي في البرميل، وبينبهر بطعمه وريحته المذهله. ما بيكونش مصدق ان ده هو نفس المشروب اللي اداه للعجوز بنفسه. بيفتكر كلام العجوز وهو بيقول له ان تخزين المشروبات في برميل من الميثريل بيضيف لها نكهه مختلفه تماما. بيكون منبهر جدا بالموضوع ده، وفجاه بتيجي في باله فكره معينه. بيرن بعدها مباشره على لي اللي بيساله اذا كان في حاجه، فبيقول له كانج انه عايز يقابله عشان يبيع له حاجه معينه. بيتحمس ليه وبيساله عن نوع جثث الوحوش اللي جابهم المره دي، فبيقول له كانج انه معاه جثث كوبولد وبعض المشروبات. فبيستغرب ليه وما بيكونش فاهم مشروبات اللي بيتكلم عنها. بينتقل بينا المشهد بعدها وبنروح لاحدى مناطق تدريب الصيادين الجداد الخاصه بنقابه تايتن. بيكون عند الاعضاء دول مهمه اخضاع جديده وانتهوا منها تقريبا، لكن فجاه بينادي واحد من الاعضاء على نائب الرئيس ديوم بسرعه، وبيقول له ان وحوش السحالي بدات بالظهور مره تانية. بيتضايق ديوم من ظهور بوابه شاذه في الوقت ده تحديدا، وبيتفاجئ الاعضاء بظهور عدد من وحوش السحالي يعادل 3 اضعاف العدد اللي اتعاملوا معاه لحد دلوقتي. بيقترح واحد فيهم على ديون يطلبوا مساعده صيادين تانيين لانهم مش هيكونوا كفايه، لكن ديون بيرفض لان ده هيكون اهانه لسمعه نقابتهم، وبيقرر انهم هيتعاملوا مع الوحوش بنفسهم. بيسحب سلاحه وبيصرخ في رجاله وهو بيقول لهم يبطلوا نحيب ويستعدوا للقتال، وان كل اللي عليهم يركزوا فقط وهيقدروا يتخلصوا من الوحوش بسهوله. بنروح في الوقت ده لكانج اللي بيكون داخل مبنى خاص بمؤسسه الصيادين، وبتهنيه الموظفه على ترقيه لفئه كاهن، وبتعرفه انها فئه نادره بتمتلك مهارات علاجيه وقدره على الشفاء. بياخد كانج رخصته الجديده منها وبيشكرها. اثناء ما بيغادر المكان بيفكر في ان بالرغم ان الفئه اللي حصل عليها ممكن تبان مش قويه، الا ان معظم النقابات بتكون محتاجه ليهم جدا وبيدوروا عليهم في كل مكان. لما بيوصل كانج لباب المبنى بيظهر قدامه شخص فجأة بيكون مصاب وباين عليه الإرهاق الشديد، وهو بيسأل إذا كان في أي حد في المكان بينتمي لفئة الكاهن. بيتفاجئ كانج إن الشغل جه لحد عنده بسرعة كده وبيقول له إنه يبقى كاهن، لكنه مع ذلك رتبته هي سي فقط. فبيقول له الراجل إن مفيش مشكلة وبيطلب منه يروح معاه. في اللحظة دي بيتأكد كانج من مدى أهمية الفئة اللي حصل عليها، وإنها أفضل حتى من ما كان يتوقع. بنرجع مرة تانية لأعضاء نقابة العملاق اللي بيقاتلوا وحوش السحالي. بيهجم احد الوحوش على واحد فيهم بقوه وبيسقطوا على الارض، فبيروح زميله يساعده وبيساله اذا كان بخير، فبيشكره الاول وبيحاول يقوم. لكن في اللحظه دي بيظهر وحش بيهجم عليهم هما الاتنين وبيكون على وشك التخلص منهم، لكن عضو تالت من النقابه بيتدخل عشان يساعدهم، وبيوجه ضربه قويه للوحش بيقسموا بيها لنصين. بيصرخ بعدها في الاتنين اللي كانوا هيموتوا وبيقول لهم يحافظوا على تركيزهم لو مش عايزين يموتوا. بيستمر اعضاء النقابه في قتال الوحوش، وبيكون ديون متضايق جدا من مستواهم الضعيف وبيوصفهم بالحساله. بيبدا بالقتال بنفسه وبيطلب من الجميع التماسك لحد ما يقضي على الوحوش. وفي نفس الوقت ده بيوصل كانج للمكان وبيطلب منه العضو اللي جابه يستخدم مهاراته مع باقي المعالجين اللي جنبه. بيساله كانج اذا كان في حاجه تانية يقدر يعملها، فبيقول له يركز بس على العلاج، وبيطمنه بانهم هيحرصوا على منحه مكافأة قيمة بعد ما يخلصوا. بالفعل بيبدأ كانج باستخدام مهارة العلاج على احد الاعضاء، وده بيخليه يقدر يهزم الوحش اللي بيواجهه بعد شفاء اصاباته. بيتعرض واحد تاني للاصابة، فبيطلب من المعالجين يساعدوه بسرعة. كانج بيقول لمعالج جنبه لابس نضارة ان الوحوش دي مش بتخلص ولازم يطلبوا مساعدة نقابة تانية، فبيقول له ابو نضارة انه كان بيفكر بنفس الطريقة فعلا. كانج بيكون واثق ان لو الوضع استمر كده فهيتم القضاء عليهم كلهم. في اللحظة دي بينقطع تفكيره بشعور غريب، ولما بيبص وراه بيلاقي المضرب خرج لوحده وصد ضربة وحش تسلل من وراه وكان هيقتله. بيستغرب وبيتساءل عن ازاي قدر الوحش ده يقرب منهم كده، وبيبدأ يتوتر لما بيدرك ان ده معناه ان المؤخرة تم اختراقها، وبوجود الكهنة فقط في المؤخرة بيدرك كانج انه لازم يتصدى للوحوش بنفسه. بيمسك المضرب وبيوجه ضربة قوية للوحش اللي بيهجم عليه وبيقتله، وبيصرخ في المعالجين اللي جنبه عشان ياخدوا بالهم ان الوحوش تسللت من وراهم. بيتصدم ابو نضاره وبيسال ازاي قدرت الوحوش توصل للمنطقه دي، فبيرد عليه واحد تاني وبيقول له انهم استخدموا مهاره تمويه. كانج بيطمنهم وبيقول لهم يركزوا في شفاء الاعضاء وهو هيتولى امر الوحوش. بيتفاجئ ابو نضاره من كلامه لانه كاهن زيهم، وبيقول له واحد تاني ان ده هيكون خطير ولازم يطلبوا مساعده من نقابه تايتن. بيشاور لهم كانج على اعضاء النقابه اللي بيكونوا بيعانوا بالفعل في قتال الوحوش اللي في المقدمه، وعلى طول بيتحرك بسرعه ناحيه الوحوش اللي اتسللت، وبيقول لهم ما يقلقوش لانه لو ما كانش واثق من نفسه ما كانش اتكلم. بالرغم من ان كانج في الحقيقه كان قلقان وهو بيقول الكلام ده، الا انه لما بدا قتال مع الوحوش لقى انه يقدر يعملها فعلا. بيوجه ضربه مباشره لراس وحش بعد ما طرحه على الارض وبيقضي عليه.
لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي ان اثناء انشغاله احد الوحوش استغل الفرصه وكان على وشك القضاء على المعالج ابو نضاره من الخلف، لكن كانج انطلق بسرعه ووجه له ضربه قويه في راسه قبل ما يلحق يلمسه. اتفاجئ بعدها بوحش تاني هجم عليه هو من الخلف بضربه مباشره، لكنه مع ذلك ما تاثرش خالص بالضربه بسبب الدرع اللي لابسه. التفت بعدها للوحش اللي هجم عليه وقضى عليه بضربه واحده. ابو نضاره ما كانش مصدق اللي كانج بيعمله في الوحوش بالرغم من كونه كاهن، وبينبهر لما بيلاقي انه قادر يوقفهم كلهم لوحده. بيقول له زميله انه بفضل كانج اصبحوا قادرين على التركيز على شفاء اعضاء النقابه. في اللحظه دي بيستغرب الجميع لما بيلاقوا ان الوحوش بدات تخاف وتنسحب فجاه وما بيكونوش عارفين السبب. بيظهر شخص لابس بدله بيهجم على واحد من الوحوش وبيقطعه نصين بضربه واحده. بيتضح ان الشخص ده هو سانج رئيس نقابه تايتن. سانج بيسال كانج اذا كان هو اللي اعتنى بالوحوش اللي جثثهم موجوده حواليه، فبيقول له كانج ايوه وبيساله عن هويته. بيتفاجئ المعالجين لما بيلاقوا كانج مش عارف ان ده سانج صياد الرتبه اس ورئيس النقابه. ابو نضاره بيحس بالارتياح بوصول الرئيس وبيقول انهم كده هيقدروا يرجعوا بيوتهم بامان. بينطلق الرئيس بسرعه وبيعتذر لكانج انه مضطر يأجل محادثتهم لوقت تاني، وبيقول له انه هيحرص على حصوله على مكافأة مناسبة للي عمله. كانج بيكون منبهر من سرعته وبيقول في نفسه انه بالرغم انه كان عارف ان صيادين الرتبة اس اقوياء، الا ان نظرة واحدة فقط على الراجل ده كفيلة تخليه يدرك انه في مستوى مختلف تماما. سانج بينط المسافة عالية في الهواء وبينزل في وسط اعضاء النقابة اللي بيتفاجئوا لما بيشوفوه. بيحييهم على المجهود اللي بذلوه لحد دلوقتي، وبيفرح اعضاء النقابة اللي كانوا فاقدين الامل لما بيلاقي رئيسهم جه عشان ينقذهم، على عكس ديون اللي بيكون متضايق وبيسأله ازاي عرف بالوضع في المكان. بيرد عليه واحد من الاعضاء وبيقول له ان هو اللي اتصل بيه بما ان مفيش اي مشكله ان زميل ليهم من النقابه يساعدهم. بيطلب سانج من كل الاعضاء اللي قوه تحملهم ضعيفه يتراجعوا، وبيعرفهم ان هو اللي هيقود الاخضاع من اللحظه دي. بيبدا باستخدام قوته وبيجمع طاقه كبيره في قبضته، اثناء ما الاعضاء الضعاف بيطلبوا منه يستنى لحد ما يبعدوا الاول. بيوجه سانج لكمته القويه في الارض، فبتنتشر موجات من الطاقه في المكان بتقضي على جميع الوحوش الموجوده. الاعضاء ما بيكونوش مصدقين انه قضى على العدد ده كله من الوحوش بضربه واحده، لكن هو ده برضه اللي بيكونوا متوقعينه من صياد من الرتبه اس. كانج بيكون مستغرب من قدره سانج على اصابه الاعداء وتجنب حلفائه، وبيدرك ان في فرق كبير جدا بينهم في القوه. في وسط الوحوش اللي على الارض بيكون في وحش لسه ما ماتش، فبيديله سانج ضربه في راسه بيقضي عليه بيها. بيقول بعدها لاعضاء النقابه ان كده الاخضاع انتهى، وبيطلب منهم يتفقدوا اي وحش مازال على قيد الحياه ويجمعوا الغنائم. بيروح بعدها على ديون وهو متضايق وبيساله ازاي كان عايز يتعامل مع كل ده لوحده، واذا كان بيخطط ساعتها انه يموت كل اللي كانوا معاه. بيقول له ديون انه لو كان طلب المساعده فده كان هيضر بسمعه النقابه، فبيتضايق سانج وبيقول له انه ما عملش كده عشان خاطر النقابه لكن عشان ما يأذيش كبريائه الخاص. بيرد ديون ببرود وبيقول له انه ده اتهام خطير، وفي اللحظة دي بيتدخل أحد الأعضاء وبيعتذر من الرئيس عن المقاطعة. بيفكروا بالكهنة اللي ساعدوهم ولسه منتظرين، فبيقرب سانج من ديون وبيقول له إنه مش هيخلي اللي حصل ده يعدي بالساهل وهيكون ليه كلام تاني لما يرجعوا للنقابة. بيروح بعدها على كانج والمعالجين وبيعتذر لهم على تأخره عليهم، وبيقدم لهم نفسه وبيشكرهم على مساعدتهم في إنقاذ أعضاء نقابته. بيختص كانج بالشكر وبيقول له انه شافه وهو بيتصدى لكمين الوحوش لوحده وبيثني على مهاراته المبهره. بيطلب منه يقول له اسمه لو ما كانش عنده مانع، فبيعرفه كانج بنفسه. بيساله سانج اذا كان تابع لاي نقابه، ولما بيعرف انه لسه مش تابع لحد بيعرض عليه الانضمام ليهم بدون اي رسوم للانضمام حتى. في اللحظه دي بيتدخل ديون بسرعه وبيقول لسانج انه فاكر كانج كويس، واللي كان لسه مجرد صياد من الرتبه دي من مده قريبه، وحتى لو حالفه الحظ واصبح كاهن فده مش معناه انه مؤهل ينضم ليهم برضه. الكلام ده بيضايق سانج جدا، وبيبدا يصرخ في ديون وبيقول له ان لولا كانج كان زمان اعضاء النقابه ميتين، وان بفضله كان في عدد كبير من الناس هيموتوا بسبب عنده وحماقته هو. الكل بيتفاجئ من الطريقه اللي بيتكلم بيها سانج مع ديون، وبيعم الصمت المكان للحظات. كانج بيبتسم وبيدرك ان سانج مش بس قوي لكنه كمان صاحب شخصيه قياديه. ديون بيكون متضايق جدا لما بيلاقي سانج بيطلب منه يعتذر لكانج فورا، لكن قبل ما يعتذر كانج بيقاطعهم وبيقول لسانج انه بالرغم من انه مقدر لعرضه الكريم الا انه ما يقدرش يقبله، والسبب هو انه ما ينفعش يثق في نقابه نائب رئيسها هو شخص زي ديون. ديون بيغضب جدا لما بيسمع الكلام ده طبعا، وبيبدأ باستخدام قوته وبيستعد للهجوم على كانج عشان يعرفه مقامه، لكن في اللحظة دي بيخرج المضرب من المخزن وبيتلقى ديون ضربة قوية في صدره. بعد مرور شوية وقت على اللي حصل ده بتبدأ الأخبار تنتشر عن ديون نائب رئيس نقابة تايتن اللي تعرض للضرب على ايد صياد من الرتبة سي. داخل المبنى الخاص بنقابة تايتن بيسأل أحد المديرين الرئيس سانج إذا كان هيعدي الموضوع ده من غير ما يعمل حاجة. بيطلب واحد تاني إن كانج لازم يتم إحضاره لتفسير اللي عمله، وبيقول واحد غير انه لازم يتعاقب على اللي عمله حتى ولو كان ديون اللي غلطان.
وده لان لو الموضوع ده عدى ببساطة فسمعة نقابة تايتن هتتأثر بشكل كبير. سانج بيرد عليهم وبيقول ان ديون هو اللي سوق سمعة النقابة، وهو اللي عرض حياة المجندين الجداد للخطر بسبب غروره، وفوق كل ده حاول يستخدم العنف ضد شخص حارب عشان خاطر النقابة. وبيكون سانج شايف ان دي اسباب كافية لإقالة ديون من منصبه كنائب رئيس. المديرين ما بيكونوش متفقين مع الكلام ده وبيحاولوا يراجعوه، لكنه بيقفل الكلام معاهم وبينهي الاجتماع. سانج بيكون واثق ان كانج مش مجرد صياد عادي من الرتبة سي، وعشان كده بيكون عايز يضمه لصفه قبل ما يبقى اقوى من كده. بنروح في الوقت ده لكانج اللي بيكون قاعد في شقته ماسك موبايله، وبيلاحظ انه مؤخرا بدأ يصرف كتير بعد ما الفلوس بدأت تجري في ايده. بيقولوا انه لو كان يعرف انه صرف ده كله كان قبل بعرض سانج، لكنه مع ذلك ما بيكونش شايل هم الفلوس جامد، وده لانه عارف ازاي يقدر يحصل عليها بسهولة. بعد شوية بيدخل للزنزانة مرة تانية، وبيكون شايف ان اصطياد نفس الوحوش ما عادش كافي بالنسبة له حاليا، وبما ان قوته زادت مؤخرا فلازم يدور على فريسة اكبر. بينطلق في طريقه وبعد شوية بيحس انه تعمق بشكل كافي. بيسمع صوت احد الوحوش بيقرب منه، وبيتفاجئ لما بيلاقي اورك تسلل من وراه وبيهجم عليه، لكنه بيتفادى الهجوم بسهولة وبيوجه له ضربة قوية بيقضي عليه بيها. وبيقول ان ده هو الوقت المثالي فعلا لمواجهة الاورك. بيظهر قدامه عدد كبير منهم، لكنه بيتحمس وبيقول انه لو قدر يمسك كل دول فمش هيحتاج يشيل هم الفلوس لفترة كويسة. بيبدأ بقتال الاورك اللي بيهجموا عليه دفعة واحدة، وبعد شوية وقت بيكون قضى عليهم وحصل على 20 من جثثهم. بيكون سعيد بانه اصبح قادر على هزيمة 20 اورك بسهولة كده، وبيقرر انه يتعمق اكتر في المكان لحد ما يلاقي هدف مناسب. بينزل على سلم وبيلاقي نفسه في مكان غريب اشبه بانه يكون معبد، وبتظهر له نافذة بتعرفه انه وصل للمستوى الثالث من الزنزانة، وان اسم المنطقة دي هو متاهة حارس المعبد. بتظهر نافذة تانية بيعرف منها ان تم تسجيل المكان كبوابة تشوه. كانج بيكون مستغرب لما ما بيلاقيش اي وحوش موجودة في المكان، وبيتساءل اذا كانت منطقة امنة او حاجة زي كده، لكنه في اللحظة دي بيتفاجئ لما بيلاقي الارض بدأت تتكسر وبتخرج منها ايد عملاقة بتهجم عليه، فبيتراجع بسرعة. بيتفاجئ اكتر لما بيلاقي وحش ضخم بيخرج بالكامل من تحت الارض، فبيستخدم المضرب بتاعه في صد ضربته اللي بتكون سريعة جدا، لكن ورغم نجاحه في صدها الا انه بيرتد المسافة بعيدة بسبب قوة الضربة. كانج بيكون مستغرب من قوة وسرعة الوحش ده، وبيحاول يركز عشان يقدر يقاتله، لكنه بيتفاجئ لما بياخد باله ان جسد الوحش ده مصنوع من الصخور بالكامل. بيكون سمع عن النوع ده قبل كده، واللي يبقى وحوش تم تخليقها بشكل صناعي ومعروف باسم الجولم. بيتفادى كانج هجوم الجولم مرة تانية، وبيلاحظ ان بالرغم من قوته الكبيرة الا ان مع ذلك فذكائه مش احسن حاجة. بيستغل الموضوع ده وبينجح في توجيه ضربة مباشرة لراسه فبيتكسر لقطع صغيرة. بيبتسم كانج وبيحس انه كان بيبالغ لما خاف من الجولم، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي الصخور بدأت تهتز مرة واحدة وبتتجمع مع بعضها مرة تانية وبيقوم الجولم من جديد. كانج بيكون مصدوم انه مازال بيتحرك بعد ما حطم راسه تماما، واثناء ما بيهجم الجولم عليه بيفتكر ان وحوش الجولم بيكون عندها جوهر لازم يتدمر عشان تموت. كانج بيدرك خطأه وبيقرر يتراجع عشان يفكر في طريقة مناسبة للقتال، لكنه بيتفاجئ بايد وحش تاني بيخرج من تحت الارض وبيمسكه. في نفس الوقت الجولم الاول بيكون على وشك توجيه هجومه المباشر لكانج، لكن في اللحظة دي في سهم بيتم رميه. السهم بيدمر الجوهر الخاص بالجولم فبيتحطم لقطع صغيرة، فبيستغل كانج الفرصة وبيتجه للجولم اللي ماسكه، بيوجه له ضربة مباشرة في الجوهر الخاص بيه وبيقضي عليه هو كمان. كانج بيحس بالارتياح وبيقول ان لولا السهم اللي اتضرب ده كان زمانه ميت، وهنا بياخد باله ان في شخص اتدخل في القتال وبيتساءل اذا كان العجوز هو اللي انقذه، لكن الشخص ده بيبدأ بالظهور من وسط الفوضى وبيلاحظ كانج من هيئتها انها امرأة. بتظهر قدامه وبتكون بنت جميلة شعرها ابيض، ولما بيركز اكتر في ملامحها بيتصدم لما بيعرف انها الف. بينحني ليها وبيشكرها على انقاذه، لكنها بتندفع عليه وبتقول له وهي ماسكه من هدومه انها ما شافتهوش قبل كده في الزنزانة. بتسأله عن هويته والمكان اللي جه منه، وبتكون مستغربة ملابسه المختلفة وبتسأله عن المدة اللي قضاها داخل الزنزانة وامتى دخل. كانج بيطلب منها تهدى وبيقول لها انه لسه داخل الزنزانة النهاردة، فبتستغرب البنت وبتسأله اذا كان بيتكلم بجد لان ده معناه انه عارف مدخل الزنزانة. بيقول لها كانج ان ده صحيح فعلا، فبتسيبه البنت فورا وبتكون فرحانة انها ممكن تكون لقت طريقة للخروج اخيرا. كانج اللي بيقع على الارض بعد ما سابته بيكون متضايق وبيسألها عن اللي بتعمله ده، اثناء ما بتطلب منه البنت ياخدها للبوابة اللي دخل منها مباشرة. بتكمل وبتقول له انها بالتأكيد هتعوضه في المقابل، وبتعرفه انها تبقى مرتزقة من الرتبة البلاتينية وبالتالي يقدر يثق فيها. لكن كانج ما بيكونش عنده اي فكرة عن معنى الكلام ده، فبتعرفه البنت باسمها واللي بيكون لوسيا، وبتقول له انه بالتأكيد سمع عنها قبل كده، لكنه بيقول لها انه عمره ما سمع عنها. فبتتحرج وبتقول له انها كانت فاكرة انها مشهورة الى حد ما. بتطلع شعار المرتزقة الخاص بيها عشان كانج يتأكد من هويتها، وبتسأله اذا كان مصدقها دلوقتي، لكن كانج ما بيكونش فاهم حاجة وبيسألها عن ماهية الشيء ده.
بتستغرب لوسيا وبتعتقد انه اكيد من منطقة معزولة، وعشان كده بتسأله عن اسم موطنه. بيقول لها كانج انه من سيول، وبيسألها عن موطنها هي كمان لانه عمره ما سمع عن إلف عايشة في كوريا. بتفكر لوسيا وبتقول في نفسها ان عمرها ما سمعت عن الاماكن دي قبل كده، وبتتساءل اذا كانت المتاهه المجنونه دي نجحت واذا كانت الزنزانه بالكامل انتقلت عبر الابعاد. بتسال كانج بعدها اذا كانت دي اول مره يدخل فيها للزنزانه، فبيقول لها انه دخل اكتر من مره قبل كده. بتخمن لوسيا ان سحر نقل المتاهه عبر الابعاد نجح فعلا، فبيستغرب كانج وبيسالها عن معنى الكلام ده. بتقوله انه يقدر يقول ببساطة ان الزنزانة طارت لعالم من بعد اخر بفضل متاهة مجنونة. بيسألها كانج اذا كان ده ممكن، فبتقوله انه الظاهر كده. مع ذلك لوسيا بتكون شايفة ان نجاح الانتقال حاجة كويسة، لان ده معناه انهم يقدروا يرجعوا لو عكسوا الساحر. كانج بيفكر في انه كان حاسس بشعور غريب بالفعل، واتضح له في النهاية ان الزنزانة دي من عالم تاني، لكن مع ذلك فرجوعها لعالمها الاصلي هيسبب له مشكلة كبيرة. بيسأل لوسيا اذا كانت ناوية ترجع الزنزانة للعالم بتاعها حالا، فبتقول له لا، لان الموضوع ده هيكون صعب حاليا، لكن مع ذلك ففي موقع في المكان اللي هم فيه ده ممكن يساعدهم. بيستغرب كانج وبيسألها عن قصدها، فبتقول له ان في غرفة مخفية في الطابق اللي هم فيه اكتشفتها في احد المرات اثناء ما كانت بتدور على طريقة للرجوع. بتطلب لوسيا من كانج انه يساعدها، فبيسألها عن المطلوب منه. بتقول له انه عشان توصل للغرفة دي ففي وحش زعيم لازم يهزموه الاول. بيتفاجئ كانج وبيسألها عن السبب اللي يخليه يساعدها، فبتقول له انها هتمنحه شيء في المقابل، وكمان هتسيب له مكافأة القضاء على الزعيم. بيفكر كانج اللحظات وبيقرر في النهاية انه يساعدها. بينطلقوا في طريقهم وبيقاتلوا الوحوش اللي بتعترضهم بكل سهولة، وبيلاحظ كانج ان لوسيا قوية جدا والاسهم بتاعتها مش حاجة يستهان بيها خالص. لوسيا هي كمان بتكون شايفة انه طلع اقوى مما كانت تتوقع. بيكملوا طريقهم، وخلال الطريق بيسألها كانج اذا كان لسه قدامهم كتير، فبتقول له انهم تقريبا تجاوزوا نص الطريق. كانج بيكون جعان لدرجة ان معدته بتطلع اصوات غريبة، فبيطلب من لوسيا انهم يرتاحوا شوية الاول، خصوصا ان المنطقة اللي هم فيها ما فيهاش اي وحوش. بتوافق لوسيا، فبيطلع كانج شوكولاتايه يسد بها جوعه، ولما بياخد باله ان لوسيا بتشرب فقط بيعرض عليها شوكولاتايه وبيسألها اذا كانت حابة تاكل. لوسيا بتلاحظ انه بيتعامل معاها برسمية، فبتطلب منه ياخد راحته اكتر في الكلام، لكنه بيقول لها انه مش متعود يتكلم بشكل غير رسمي مع حد اكبر منه في السن. بيتفاجئ بعدها لما بيلاقي لوسيا بتصوب عليه فجأة وبتقول له ان السن مش مهم، وانها ما تعتبرش كبيرة بالنسبة لعمرها كإلف. بيعتذر لها كانج وبيقول لها انه ما كانش يقصد، ومن هنا ورايح هيكلمها عادي. بتاخد لوسيا منه شوكولاتايه وبتعجبها جدا لدرجة انها بتاخد كل الشوكولاتة اللي معاه وبتاكلها في ثواني. بتطلب منه بعدها يجيب لها تاني، لكنه بيقول لها انه خلص كل اللي معاه بالفعل، وما بيكونش مصدق انها خلصت علبة كاملة لوحدها. لوسيا بتكون مالت بطنها بالشوكولاتة وبتقول لكانج يجهز عشان يكملوا طريقهم. بعد شوية بيوصلوا للبوابة الخاصة بالغرفة المخفية، وبتعرفوا لوسيا ان في فرصة كبيرة ان تعويذة الانتقال اللي الساحر استخدمها ما زالت موجودة جوه. بيتساءل كانج في نفسه اذا كان قراره بمساعدتها كان غلط، لكن لوسيا بتقطع تفكيره وبتقول له يستعد لان الزعيم قادم. بيسألها كانج عن اللي المفروض يعمله اثناء المواجهة، فبتقول له ان كل اللي عليه انه هيوجه للزعيم الضربة القاضية، وبما ان مفيش اي وحوش اتباع في المكان فهي هتتكفل بالزعيم لوحدها. بيتفاجئ كانج وبيسألها اذا كانت متأكدة، خصوصا لما بيشوف الزعيم اللي بيكون واضح انه قوي. بتطمنه لوسيا وبتقول له انها قالت له من شوية انها هتوري له حاجة هتعجبه، وبتبدأ باستخدام قوتها اثناء ما بتقول له يفتح عينه كويس ويشوفها وهي بتستخدم الهالة. كانج بيكون مستغرب وبيتساءل عن اللي بتحاول تعمله. بتطلق لوسيا 3 اسهم مرة واحدة على الزعيم، فبيسقط على الارض، وبيتصدم كانج ان الوحش الضخم ده اتهزم بضربة واحدة. بيسأل لوسيا اذا كانت هي دي التقنية اللي هتعلمها له، فبتقول له ايوه، وبتعرفه ان اسمها هو الهالة، وبتسأله اذا كانت عجبته. كانج بيكون منبهر وبيسألها اذا كانت هتعلمها له بجد، فبتقول له انه ده اكيد بما انها وعدته. كانج بيتحمس لما بيعرف انه هيمتلك تقنية قوية زي دي وبيفرح جدا، لكن لوسيا بتقطع افكاره وبتقول له انهم لازم يخلصوا على الوحش الزعيم ده الاول قبل ما تعلمه. بيقول لها انه هيتولى امره وبيندفع ليه بسرعة عشان يدمر الجوهر الخاص بيه، وبيوجه ضربة قوية لمكان الجوهر، لكنها ما بتكونش كافية لتحطيمه، فبيحاول مرة تانية. لكن قبل ما ده يحصل بيتفاجئ بان الوحش قام وهجم عليه بسرعة. بيفعل كانج مهارة الدرع المقدس وبيصد ضربته، وبتتفاجئ لوسيا لما بتشوف اللي كانج عمله لان ده استخدام للهالة. بيستمر كانج بعدها في توجيه الضربات للجوهر الخاص بالوحش الزعيم لحد ما بينجح في القضاء عليه اخيرا. بيرتفع مستواه بعدها من 150 ل 185 فورا، وبيروح على لوسيا وبيعتذر لها على تأخره وبيطلب منها تبدأ بتعليمه عن الهالة. بتستغرب لوسيا وبتقول له انه استخدمها بالفعل، فبيتفاجئ كانج وما بيكونش فاهم قصدها. بتقول له لوسيا انه اثناء قتاله مع الوحش استخدم القوة المقدسة في تشكيل الهالة. كانج بيسألها اذا كانت تقصد المهارة اللي استخدمها، فبتقول له لوسيا انها ما تعرفش هو يقصد ايه بكلمة المهارة دي، لكن عموما يبدو انه هيكون قادر على تعلم الهالة اسرع مما كانت تتوقع.
بيتحمس كانج وبيسألها إذا كان ده حقيقي فعلا، فبتشرح له إنه يبقى كاهن والدرع اللي استخدمه من شوية بيحول القوة المقدسة لهالة. بيسألها كانج إذا كان معنى كلامها إنه يقدر يستخدم الهالة مباشرة، فبتقول له إنه ده بيعتمد على الطريقة اللي هيستخدم بيها التقنية. بيتحمس كانج وبيطلب منها تبدأ بتعليمه مباشرة، فبتلحس لوسيا شفايفها وبتقول له إنه عندها شرط الأول. بينتقل بينا المشهد بعد مرور شوية وقت لأحد شوارع سيول، وبيكون الرئيس سانج بيسأل السكرتيرة بتاعته عن المكان اللي تم اكتشاف خلل فيه. بتقول له انه موجود بالقرب من محطة جانجم وتم اكتشافه قبل يوم، وده معناه ان في وحش قوي هيظهر في خلال ال5 أيام القادمة. سانج ما بيكونش شايف اي طريقة تمكن نقابته من التعامل مع الموقف ده لوحدهم، وبيسأل السكرتيرة عن رأيها. بتقول له السكرتيرة ان النقابات الرئيسية تم ارسالهم بالخارج، ونقابة تايتن هي الوحيدة الموجودة حاليا في المدينة. سانج بيتضايق من حصول حادث كبير زي ده في منتصف سيول خصوصا في الوقت ده. بتقول له السكرتيرة انها حاليا بتدور على صيادين ماهرين من اللي بيشتغلوا لوحدهم عشان يساعدوهم، فبيقول لها سانج ان كل اللي هتلاقيهم هيكونوا صيادين لا يعتمد عليهم، لكن مع ذلك فما فيش غير شخص واحد فقط هو اللي يمكن اعتباره استثناء. في نفس الوقت ده بيكون كانج معدي في الجهة الاخرى من الشارع بالصدفة، وبتستغرب السكرتيرة لما بتلاقي سانج بيعدي الطريق وبتسأله عن وجهته. بيقول لها تكمل هي طريقها لان عنده حاجة مهمة لازم يعملها الاول، وبيعرفها انه مش هيتأخر، وبيطلب منها تمرر طلب المؤسسة للمديرين. فبتتضايق السكرتيرة من ان سانج دايما بينفذ اللي في دماغه. بينتقل بينا المشهد لكانج اللي بيكون شاري كمية كبيرة من الشوكولاتات وبيتمنى انها تكون كفاية، وفي اللحظة دي بيسمع صوت حد بينادى عليه. لما بيلتفت وراه بيلاقي الرئيس كانج بيسأله عن سبب شرائه لحاجات كتيرة كده، فبيقول له كانج ان حتى هو نفسه مش عارف سبب افعاله الغريبة مؤخرا. بيمشوا سوا هما الاتنين وبيسألوا سانج اذا كان فكر في العرض اللي قدمه له، فبيقول له كانج انه رد عليه بوضوح قبل كده. لما بيلاقي سانج انه مازال مصمم على رفضه، بيعرض عليه الانضمام للنقابة كمرتزق، وبيوعده بانه هيكافئه بشكل مناسب لو وافق. فبيبتسم كانج وبيقول له انه هيفكر في الموضوع. بعد شوية بيدخل كانج للزنزانة مرة تانية، وبيقدم الشوكولاتة اللي اشتراها لوسيا زي ما طلبت منه. بعد ما بتنتهي من الاكل وبتملى بطنها اخيرا، بيسألها كانج عن سبب تواجدهم في المكان ده لحد دلوقتي بعد هزيمة الوحش الزعيم. بتشاور له لوسيا على السقف اللي بيكون منقوش عليه رموز غريبة، وبتقول له ان دي تبقى دايرة سحرية، لكن كانج ما بيكونش فاهم فايدتها برضه. بتستغرب لوسيا من الموضوع ده، وبتقول له انه ببساطة يقدر يعتبر ان الدايرة دي هي اللي بتربط الزنزانة بالعالم اللي بيعيش فيه، ومن هنا ورايح فهي هتفضل قاعدة في المكان ده عشان تدرسها، وبالتالي لو كان عايز يتعلم الهالة فلازم يجي لها ويجيب لها معاه شوية شوكولاتة. بيبتسم كانج وبيقول لها انه فهم المطلوب، فبتمسك لوسيا ايده فجأة وبتقول له انها هتبدأ بتعليمه حالا. بتعرفه ان الطريقة اللي هتستخدمها هي اسرع طريقة للتعليم، وبتطلب منه يركز كويس لانها هتبدأ في ضخ الهالة في جسده دلوقتي، والمطلوب منه هو انه يفضل فاكر طريقة تدفقها واحساسه بيها. بالفعل بتبدأ لوسيا بضخ الهالة، وبيحس كانج بحاجة بتسري داخل جسده كأنها ماشية في عروقه، او كأن طاقة غريبة بتنتشر في اعماق جسده. الطاقة دي بتحفز حاجة معينة بتخلي كانج يحس بشعور غريب، وبيتساءل اذا كانت دي هي الهالة.